اخويا خالد الله يبارك في عمرك، انا سمعت ردك على اللي بيتهموك بالسخريه من سحل الفتاه. يعني انت بتقول ان الناس كلها اختزلت المنظر. لا برضو يا شيخ خالد معلش، منظر وحش، منظر وحش جدا جدا، وانت لا تقبل، وانا على يقين والله، يمكن خانك اللفظ بس، لكن انا على يقين انك لا تقبل هذا اللفظ، لا مسلم لمسلمه ولا لمسيحيه ولا العلمانيه ولا الكفر بالله، بل بقولها لك اهو، ولا حتى يهوديه من اللي محتلين ارضنا. ما نقبل هذا المنظر اطلاقا، ان واحده تسحل بالطريقه دي وتكشف عورتها وجزء من جسمها ايا كان ايا كان. اصل شوف، طالما انا ما بدلتكش بالضرب وبالقوه، ما تبدلنيش بكده. يعني مثلا المعتصمين دول قاعدين لو معاهم مثلا رشاشات، خش بالرشاشات، يبقى رشاش قدام رشاش. انما ناس عامله خيام وقاعده فيها، تخش تضرب بالمنظر ده وتحرق الخيام اللي قاعدين فيها ليه؟ يعني ليه؟ وبعدين حضرتك بتقول جزاك الله خير، جنون كل المتواطئين ضد الاسلام. تعرف اول واحد متواطئ ضد الاسلام مين؟ المجلس العسكري. خليني اقولها لك بصراحه معلش، المجلس العسكري ده اللي متواطئ ضد الاسلام، وده اللي مش عايز الدين، وده اللي خان الثوره، وده اللي كل البلاوي حطها على دماغه. وانا طبعا اتكلمت قبل كده كتير فمش هكرر كلامي، ويا ريت ترجع وهبعته لك ادله تواطؤ المجلس العسكري وخيانته للثوره. الادله عامل 36 دليل، ده انا قدرت اجمعهم يعني، وفي اكتر من كده كمان. فهو ده المجلس العسكري المتآمر اللي بيقتل في الناس، ده المجلس العسكري الكذاب اللي طالع يقول لك احنا ما ضربناش بالنار، والناس ماسكه رصاص في ايديه. وشفنا المناظر اللي ماسك مسدس ده وعمال يضرب فيه وهو بيجري. يعني الحمد لله النهارده الكاميرات بتفضح الكذابين دول، وهم طبعا كذابين. اذا كان رئيسهم كذاب راح شهد شهاده زور وكذب، يبقى انت عايز، اذا كان رب البيت بالدف ضاربا يبقى شيمه اهل البيت كلهم الرقص. وبعدين انت بتقول ليه ما طلبوش من شنوده ولا المفتي ولا شيخ الازهر؟ دول مش محترمين يا اخويا، شيخ خالد دول مش محترمين. مين بيحترمهم دول؟ قول لي مين بيحترمهم دول؟ دول اصلا من الفلول، ازاي نروح نطلب منهم دول ولا نعبرهم؟ وبعدين انا هقول تعالوا يا ناس عشان تشوفوا عرض مسلمه، تعالى يا شنوده استر عرضنا. ده كلام برضه اخويا خالد. والمفتي وانت عارفه وشيخ الازهر دول يعني المهم يعني. وبعدين حضرتك بتقول ان احنا المفروض ننظر الى ابعد من كده، اللي هو ايه ابعد من كده؟ مش فاهم. يعني دول حتى انت قلت بعد كده، قلت المعتصمون دول هدفهم ايه؟ هدفهم ازاله المجلس العسكري، هدفهم ان المجلس العسكري المتآمر الخائن للثورة يسلم السلطة للمدنيين. مفيش حد مختلف على دي يا اخويا خالد، مفيش حد مختلف على ان هم اساءوا للشعب واساءوا للجيش كمان. شوف سمعة الجيش المصري النهارده في الاعلام عامل ازاي؟ كل الاعلام النهارده عمال يشتم في الجيش المصري، يقول لك هو ده الجيش؟ والله العظيم ده، وفي ناس بتحلف بتقول والله ده اليهود احسن من. شفت خالد؟ ومين اللي خلى الموقف ده؟ مين اللي خلى الموقف ده؟ شوف الضرب بقسوة. ليه يا اخويا خالد؟ ليه؟ انت عمال تضرب في واحد ما معهوش ونايم في الارض نايم، طب بتضربه ليه طيب؟ وزي ما شفت انت المنظر قبل كده لما سحلوا الميتين ورموهم جنب صندوق الزباله يا راجل. الله ينتقم منهم، الله ينتقم منهم. وبعدين مش انت يا اخ خالد اللي تقول انا بحب بلدي وهي بتمشي الى الديمقراطيه؟ شيخ خالد، وانا قبل كده اتكلمت وانت شفت لما بعت لاخوانك كلهم وقلت لهم ما فيش حاجه اسمها ديمقراطيه يا ناس، اسمها الشورى. احنا عندنا الشورى مش الديمقراطيه. الديمقراطيه قايمه على 10 اسس كلهم كفر بالله، لا شيء منهم يوافق الاسلام. ولسه رادد على اخوك الدكتور ياسر برهاني لما بيقول ان احنا هناخد بآليات الديمقراطيه التي تتمشى مع الشريعه، وجبت له 10 ومكلمه وهبعتهم لك برضه عشان ما نطولش عليك. انت بتقول بعد الرئيس توزيع التورته والمشهد هو مش هو يعني لا استنى يا شيخ خالد. يا شيخ خالد الثوره لم تنجح، وانت متفق معايا في دي ولا لا؟ الثوره لم تنجح. قول لي نجحت في ايه؟ حتى المجرم المخلوع اهو حتى الان ما اتحاكمش، ولا قانون طوارئ اتشال، ولا محاكم عسكريه شالوها، ولا رفع الحصار عن اخواننا في غزه. انا 36 حاجه ذكرتها مش هكررها تاني. عشان كده بقول لك الثوره لم تنجح، والناس اللي طالعه عايزه الثوره بتاعتها تنجح. وخلينا نتكلم بصراحه يا شيخ خالد، الثوره دي لا قام بها الاخوان ولا قام بها السلفيه.
قام بيها جميع الاتجاهات، وانت حضرتك قلت الكلام ده اكتر من مرة، ان كل الاتجاهات قامت بيها. دلوقتي هنقلس على بتوع الفيسبوك يا اخويا خالد، ما هم الفيسبوك والتويتر اللي انت بتقول عليهم دول، هم دول اللي كانوا بداية الثورة، كانوا بداية الثورة، ما حدش ينكر دي. فليه النهارده نقعد نقلس عليهم ونسخر منهم؟ ايا كان اتجاههم، احنا بنبص الهدف، بص للهدف. انت بتقول ننظر الى ابعد من كده، انا تعالى معايا انا وانت كده ننظر لابعد من كده. هدف الثورة ايه؟ 1 2 3 4 5، ايه اللي اتحقق منها؟ nothing، ولا حاجة اتحققت. قول لي بس حاجة واحدة اتحققت، ان هتقول لي اتزال الطاغوت. طب ما الاخطبوط راسه اتقطعت والرجلين كلها شغالة يا حبيبي، وانت شايف الكلام ده كله على مستوى وسائل الاعلام، على مستوى الوزارات اللي رايحين جايبينهم، وعلى مستوى رؤساء الوزراء اللي بيعينوهم. على راي اللي بيقول لك ناقص يروح يجيبوا لنا احمد عرابي اللي راكب على الفرس ده ينزلوه عشان يمسك رئيس وزراء. فين يا عم الشباب اللي ده؟ مجلس مجرم متآمر على الثورة، خائن لمبادئ الثورة، ده لازم يتشال. اوعى تكون مصدق زي اخوانك ان احنا ان شاء الله لما هناخد مجلس الشعب ولا خد، والله لا مجلس الشعب ولا غيره، وهتشوف كلامي. ده مجلس بيحاول يلف عليك، بيضحكك، بيضحك عليك، بيديك سندوتش عشان تبتدي ويروح لافف لك من الناحيه الثانيه، ومجلس استشاري عشان يبقى قراراته ولا مش عارف مبادئ السلمي ومش السلمي الى اخره الكلام ده. فانا معلش مع احترامي لحضرتك، انا مختلف معاك تماما في كل الكلام اللي انت ذكرته في دفاعك. ومن قبل معلش سامحني ربنا يبارك في عمرك، الحملة اللي كنت عاملها ضد اخويا واخوك وحبيبك وحبيبي البطل الفارس المغوار الشجاع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، وده ليا كلام معاك تاني في تسجيل منفصل. اخوك وحبيبك وجدي غنيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 20/12/2011.